يا ريت لو تقولي سؤالي في فيديو. انا هجيب طقم صيني فرداني 12 من كل حاجه ومعاهم السرافيز ومعاهم البوله بتاعه الشوربه. بس مش عارفه ليه بتقول بس هو كده حلو جدا. بتقول بس علشان طقم صيني كامل غالي جدا ونصه اساسا في حاجات مش هستخدمها. هي بتقول النظريه اللي انا دايما بقول لكم عليها، ان انتوا لو معكوش تجيبوا طقم صيني هاتوا 12 فرداني من المقاسات الاساسيه. هنا بقى النقطة المهمة، بتقول هو ده هيخلي شكلي وحش؟ ان انا عروسة وجايبة طقم فرداني، يعني انا ما عنديش مشكلة، بس عشان منظري قدام الناس واهل جوزي او وقت الفرش وكده، عشان الناس بتعلق وبتتكلم وانا مش حابة كده. بس للأسف بجد الاسعار غالية قوي، عندك حق جدا، والواحد عليه حاجات كتير مفروض يجيبها. انا باقي الحاجات هتبقى اطقم جاهزة عادي، هو بس طقم الصيني هو اللي هيكون فرداني. فممكن اعرف رايكم، يعني الناس بتركز وبتدقق في الموضوع ده ولا لا؟ عشان اي عروسه بتبقى عايزه تدخل بمقامها. مبدئيا ان انت تجيبي صيني فرداني ده ما يقللش من مقامك خالص، بالعكس. يعني انا شايفه ان انت اجتهدتي وكتر خيرك قوي ان انت هتجيبي 12 من كل حاجه. ناس كتير دلوقتي بتجيب نص طقم الصيني وهو بيكون بالظبط زي طقم الاركوبال، فالافضل ان انت تجيبي 12 فرداني احسن ما تجيبي نص طقم. دي اول حاجه. تاني حاجه موضوع شكلك قدام الناس. مبدئيا كده انت لو ركزتي في شكلك قدام الناس عمرك ما هتعملي اي حاجه، عمرك ما هتجيبي اي حاجه، وبعد ما هتتجوزي هتفكري في شكلك قدام الناس، فبعد كده لا انا خلفت، لا ده انا جبت ولد، لا انا جبت بنت، لا ده بيقولوا عليا، لا ده بيساووا عليا. لو ركزتي في شكلك قدام الناس مش هتخلصي. والله لو جايبه طقم صيني كامل واحد واتنين برضه هتقابلي انتقاد وبرضه هتقابلي الحاجات دي. فمفروض حسيتك كده ان انت من الشخصيات اللي بتتهزي، لا خليكي صامده وقويه. اللي يقول ايه ده مثلا مجازا ممكن يقول ايه ده دي جايبه فرداني، طب وايه المشكله؟ كويس جدا، ده الاطقم الفرداني جودتها عاليه جدا وحلوه واحسن ما اجيب نص طقم. فانا لو مش ثابته كده وقويه من البدايه مش هعرف اثبت وضعي، لاني بعد كده هتقابلك حاجات كتير باذن الله بعد ما تتجوزي، من خلفه ومن حاجات كتير جدا، وهتقابلي انتقادات ناس كتير. لو وقفتي عند كل انتقاد وقلتي دي الناس هتنتقدني فاخاف اعمل الحاجه دي، لا مالكيش دعوه بكلام الناس خالص، وما تخافيش من اي حاجه خالص. انتي كويس جدا اللي انتي عملتيه. وبرده هي عايزه تسمع رايكم في الكومنتات، هي كانت حابه ده ان يتقال في فيديو عشان تسمع رايكم. وشاركوني قصصكم في البرايفت او في الكومنتات، وطبعا مش هقول اسامي اي حد. يلا باي.